اهلا بيكم في رحلة حمل امنة. 3 اعراض لو حسيتي بيهم وانت حامل تأكدي ان ده حملك في خطر، لازم تاخدي بالك منهم جدا. هحكي لك على حكاية حصلت. كان ليا واحدة زميلتي حامل في اخر الشهر السادس، كان بيجيلها صداع باستمرار ودوخة، وبعدين كانت فاكرة ان ده حاجة عادية، يعني ان هو كانت بتقول دايما ان ده من الحمل، عشان هي كمان كانت امرأة عاملة، فكانت فاكرة ان ده من الشغل ومن الحمل. بعد كده جالها مغص جامد، فاتصلت بيا فقالت لي هي العلامات دي خطر؟ قلت لها اه طبعا لازم تروحي تكشفي. انا كنت عارفه ان هي العلامات خطر، بس قلت هي لما تروح تعمل فحوصات ده هيدللها اكتر على ان في مشكله. نصحتها ان لازم تروح فورا تعمل فحوصات. راحت فعلا وعملت الفحوصات، وتشخصت فعلا انذار مبكر لما قبل تسمم الحمل، لان لقيت الضغط عندها عالي جدا. طبعا اضطروا ان هم يحجزوها في المستشفى عشان ما يحصلهاش تشنجات ولا يحصل اي مشكله. عايز اقولك 75% من المشاكل اللي بتعدي عليها الحامل ممكن اللي احنا نتفاداها لو هي فهمت جسمها صح وفهمت الاشارات اللي بيبعتها جسمها. ربنا خلق لنا الهرمونات دي اثناء الحمل عشان تحمي الجنين، لكن لو حصل اي مشكله فيها، سواء عشان خاطر اللايف ستايل بتاعتنا، السلوكيات اللي احنا بنعملها، او لاي شيء كان، فلازم ان احنا ننتبه لده. بتبقى علامه من ربنا ان احنا لازم نشوف حل عشان ننقذ الحمل ده. هي للاسف اتحطت في المستشفى وولدوها بدري. طبعا ابنها برضو اتحط في الحضانه لمده شهر باكمله عشان الضغط كان اثر عليه. كل حامل لازم تنتبه، ولازم المتابعة عند الدكتور، لازم قياس الضغط شهريا، لازم قياس السكر والزلال في البول شهريا، لازم توزن نفسها شهريا، لان الزيادة اللي مش طبيعية ممكن تؤدي ان يحصل لها لا قدر الله سكر اثناء الحمل، ويخلي البيبي حجمه يكبر ويضطرها ان هي تولد قيصري. المتابعات دي كلها لو هتقول مثلا مش هقدر اروح عند الدكتور شهريا، الصحة عاملة المتابعات دي مجانيا في اي وحدة صحية او اي مركز صحي جنبك، ممكن تروحي فيه يعمل لك الفحوصات دي والوزن والضغط شهريا. عامله لك فيديو كامل موضوع تسمم الحمل وما قبل تسمم الحمل، وليه الست بيحصل لها تشنجات، وايه اللي بيحصل بالظبط، بيأثر ازاي على البيبي، وليه البيبي بيدخل الحضانة بعد لما بتولد. تابعيني. عايزه الفيديو بلغيني في الكومنتات، ابعتهولك في الكومنتات ايه المشاكل اللي بتحسي بيها وايه اللي بيخوفك من الحمل، او اي استفسار عايزه تستفسري فيه اكتبيلي، وانا معاكي لحظه بلحظه وخطوه بخطوه في رحلتك دي. ان شاء الله تكون رحله حمل امنه، وربنا يكرمك وتولدي بالسلامه وتشيلي ابنك في حضنك.